فيها توغل، فيها تجهيز، ولكن كرة تأخر فيها الفريق الفتحاوي. عودة قوية برتقالية، ولكن ما زالت ما بين أقدام لاعبي فريق الفتح إلى كرة في جهة يسرى، يبدو أن فيها راية من المساعد الأول إبراهيم الدخيل. إذا صافرة من حقوي، خطأ لهتان أحمد. مهمة هذه المباراة أكثر من الفريق الفيحاوي. 6 نقاط مطلب للنموذجي إذا ما أراد مزاحمة، إذا ما تأثر أمام الفريق الاتفاقي في الجولة الأخيرة. هذا الكلام نحن نتكلم أنه يعني بهذه النتيجة خلاص الأمور انتهت. صدارة لأبها ولقب، وصفى في الاتفاق خسر اللقب، ولكن اللقب ذهب إلى أبها. ولا بعرضية على قائم أول، مرت أمام الجميع، خطيرة. التدخل من المدافع الفيحاوي. ألف سلامة ألف سلامة. كرة كان فيها تدخل من هتان أحمد، كرة خطيرة عرضية، وفي أيضا ضغط عالي فتحاوي. صدر كما تكلمنا لأبها بعد 11 مباراة 7 حالات فوز تعادلين. القوية لتجهيز بعض الحراس أو لاعبي الفريق الفتحاوي القادم كانت مهمة جدا، ولكن يبدو أن الزحمة في روزنا. ومستمتع خلف شاشة قنوات الSNC ومنصة شاهد VIP في هذا النقل الحي والمباشر لثاني من ضربة جزاء يحيى آل سرور اللي سجل اليوم، أيضا سجل في لقاء النسخة الماضية وفي لقاء الذهاب تحديدا. الإياب انتهى إلى كرة تعود من حسام مجرشي في الخلف إلى هتان، يمنعها حارس المرمى عبد العزيز. إلى كرة طويلة حسام مجرشي، إلى كرة تصل عندها هتان، صدرها هناك في سعد الشرفة. إلى كرة ضربة مرمى فيحاوية، تويض كرة وتمرير إلى كرة وصلت سهلة عند عبد الله أمان. كرة ملعوبة عندها هتان أحمد، وصلت إلى مجرشي. إلى كرة تعود لهتان، مطلوبة من عبد الله أمان. فتح اللي يشارك بلاعبين ما دون 19 وما دون 17 سنة ما شاء الله، مع بعض الأسماء أو شاب أولمبي للفريق الأول. كرة الآن واصل إلى هتان، فيحاوية واستحواذ على كرة آخرة، وتصدى لأكثر من كرة خطيرة. هنا المدافع الفتحاوي يتجلى في كرتين خطرة. هنا المذيع الداخلي يعلن عن تحدي ما بين البرتقالي والنموذجي، ونحن نلعب في دقيقة ما قبل الأخيرة مباراة أقل ما يقال عنها برتقالية. ويش أعادها لسطام، واللي بدوره أيضا أعاد كرة إلى هتان. بعد ذلك كرة مقطوعة في المنتصف، حائرة عادت ومركز خامس حظ أوفر لفريق الفتح والبقاء في الوصافة بانتظار